اهلا بكم غاليات على قلبي في فيديو جديد على قناتكم انوثه بلا حدود. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيتعتبر حشومه عند بزاف ديال البنات، ولكن حيت هنا عائله وحده والانوثه ديالنا ما عندهاش حدود غنهضروا بكل صراحه. وقولي لي شحال من مره تمنيتي تلبسي شي تيشيرت اللي يكون اللون ديالو مفتوح بحال الشيبي اولا البينك، وخفتي من هذيك لي طاش ديال العرق اللي كتحرجك خاصه فاش كتهزي يديك، اولا شحال مره كنتي كتاخدي شي ديودورون اللي كيكون غالي وفي التالي كيصدق كيكحل لك هذيك المنطقه وكيضرك. وبزاف ديال البنات راه كيحسب لهم باللي النظافه راه هي انك تبقاي ترشي الريحه من فوق العرق، ولكن راه هذا هو اكبر غلط. حيت اليوم غنعطيكم واحد الروتين سحري ومتكامل اللي غيهنيك اولا من الريحه ديال العرق، وغيفتح لك حتى ديك المنطقه ديال الابطين بواحد الطريقه اللي امنه، ويخليك ديما ثقه في راسك ومرتاحه. وجدي لي شي كاس ديال اتاي، ارتاحي مع راسك وتبعي معايا، حيت هنقولوا في هذا الفيديو اسرار اللي غتسمعيها لاول مره. ما تبخليش عليا بلايك واشتراك الى عجبك الفيديو، ويلا نبداو. واول حاجه خاصنا نفهموها حنايا كبنات هي اننا نفرقوا ونعرفوا شنو كنحطوا على اللحم ديالنا. فاش كتمشيو البنات المرجان اولا عند مول المكياج راه كتلقاو جوج انواع ديال المنتوجات، راه ماشي كلشي كيتسمى ديودورو. كاين النوع الاول اللي هو مضاد للتعرق انتي بيرسيبيرون، هذا النوع كيكون مكتوب عليه غالبا 48 ساعه اولا 72 ساعه. هذا المنتج شنو كيدير؟ كيكون فيه واحد المركبات في التركيبه ديالو، كيكون فيه الالومنيوم اللي كتدخل المسام من الداخل كتسدها مؤقتا باش تحبس الخروج ديال العرق، يعني العرق ما يبقاش كيتفاز. واش هاد القضيه صحيه او لا؟ طبعا لا، حيت الجسم خاصو كيف ما خلقوا الله خاصو يتنفس وهكا كيخرج السموم ديالو. هذا البرودوي البنات نصيحه خليوه غير المناسبات اللي تيكونوا ضروريه، اولا فاش كتكوني خارجه شي نهار شي خرجه لي طويله مزيره وموراها راه خاصك تغسلي هذيك المنطقه مزيان باش تقضي على دوك الجزيئات الالومنيوم، حيت هذا البرودوي البنات راه هو اللي كيسبب الولسيس الا كثرتي من الاستعمال ديالو، حيت كيحبس هذوك الغدد كيخنقها اللي كتفرز لنا العرق. وكاين النوع الثاني اللي هو مزيل الرائحه اللي هو اللي كنقولوا ليه الديودورون. هذا البنات راه ما كيحبسش العرق وانما كيقضي على ديك البكتيريا اللي هي كتطلق لنا هذيك الرائحه ديال العرق اللي ما زويناش. حيت العرق في حد ذاته راه هو ما عنده لا ريحه لا طعم لا حتى شي حاجه. الريحه كتعطى فاش كيتلاقى العرق ديال الانسان مع البكتيريا اللي كتكون عايشه في السطح ديال منطقه الابطين، فاش كيتفاعلوا كيعطينا واحد الرائحه ديال العرق اللي ما زويناش. ونصيحه مني البنات فاش تبغي تشري شي ديودورون اللي يكون استعمال يومي ديما قلبي على الانواع اللي كيكون مكتوب فيها الله خالي من الكحول، فري الكول، فري بارابين، ويكونش فيه حتى البارابين، حيت راه الكول هو العدو الاولاني اللي كيطيب لك الجلده ديال هذيك المنطقه وكيخليها تهيج، وهكا مع الوقت كيخلي لك الزروقيه في هذيك المنطقه. ودابا البنات من مورا ما عرفنا نفرقوا بين هاد جوج المنتوجات اللي كنديروهم بواحد الطريقه اللي غلطه، ندوزو لاهم حاجه وندوزو للصح اللي هو الروتين الاسبوعي اللي غيرجع لك هذيك المنطقه رطبه بحال ديال الدراري الصغار. هذا الروتين راه ضروري البنات تحافظ عليه اي بنت، بسيط ويومي. اولا خصك تحافظي على التقشير اللطيف لهذيك المنطقه من مره حتى لجوج المرات في الاسبوع على حسب انتي وشنو تقدري ديري. واللي نقول لكم البنات هما حذاري من دوك المقشرات اللي كيكونوا قاصحين على الجلده، بعدي على الحامض مباشره على الجلده، وبعدي على بيكربونات الصودا، حيت بزاف كنشوف فيديوهات اللي كيستعملوا هاد المكونات في التقشير ديال تحت الابطين. هاد الجوج راه كيديروا حروق كيميائيه مجهده بزاف على هذيك المنطقه، والجلد ديالكم البنات فاش كيتشوط كيدير واحد رد الفعل اللي هو كيسمر اكثر من كيف كان في الاول. ولهذا فالبديل الطبيعي والامن اللي خص تعتمدوا اي بنت اللي هو اولا واحد المقشر طبيعي اللي تكون فيه سكر سنيده مع ملعقه ديال زيت اللوز اولا زيت الكوكو اللي كترطب، وقشري بحركات دائريه خفيفه بلا ما توركي بزاف على ديك المنطقه.
وكاين بديل طبي للتقشير، وهو احسن للبنات اللي عندهم امكانيات ماديه. تقدري تستعملي دوك المساحات باش كنحيدو المكياج، تقدري ديري فيهم دوك الاحماض، مقشرات الاحماض بحال الجليكوليك اسيد مثلا في الشركه ديال اورديناري، او لا لاكتيك اسيد. انا غنخلي لك التصاور ديالهم هنايا باش هكا تستافدوا. هاد المقشرات هادو كيكونوا فيهم احماض بواحد التركيز اللي خفيف، ما غيضرش البشره، ومع مره واحده في الاسبوع حتى 2 المرات في الاسبوع كيقشروا دوك الخلايا الميته اللي كاينين في هذيك المنطقه، وما كيسببوش الالتهاب. وهكا ديما ديك المنطقه كتحافظي عليها رطبه واللون ديالها كيكون متفتح. تاني خطوه البنات في العنايه بالمنطقه ديال الابطين راه هي الطريقه باش نتي كتحيدي داك الشعر الزائد، اللي خصها تكون طريقه صحيحه. وراه شحال من بنت كتجي وكتاخذ الغازواغ اولا الشفره ديال الحلاقه وكدوز على ديك المنطقه على الناشف بالزربه الا كانت مزروبه اولا الا كانت شي حاجه تابعاها. هاد الطريقه اللي كيديروها بزاف ديال البنات واخا كتبان لكم انها نافعه، ولكن راه كدير واحد الجرحات صغيره اللي كتكون ميكروسكوبيه ما كتقدرش تشاف بالعين. هاد الجروح راه هي اللي كتخلي الجلده كتلتهب مع العرق ومع الاحتكاك، وكترجع كحوليه خايبه في هذيك المنطقه. الا كنتي من البنات اللي كيستعملوا غير شفره الحلاقه اولا الغازواغ، ديما استعملي معاه واحد الجيل ديال الحلاقه بحال كيف ما كيديروا كاع الرجال في الحلاقه ديالهم كيستعملوا جيل الحلاقه اللي كيسهل الحلاقه. وحتى الا ما عندكش تقدري ديري غير البلسم ديال الشعر باش هكا الشفره كتكون كتزلق، وهكا ما كديريش واحد الاحتكاك وما كتاغريسيش الجلده ديال الابطين ديالك. ودائما البنات خصك تحركي الشفره ديالك في اتجاه نمو الشعر ماشي في عكس اتجاه نمو الشعر، باش هكا كتفادي ان داك الحبوب اللي كينوضوا لك اللي كيجيو من مورا الحلاقه. اما البنات فراه الا جيتي تسولوني شنو هي احسن طريقه باش تحيدوا الشعر من منطقه الابطين، فراه كاين واحد البديل اللي هو زوين اللي هو لاصيغ، ولا البنات اللي عندهم امكانيات ماديه اللي مزيانه اللي هو الليزر الا كانت الامكانيات كتسمح، حيت فعلا كيهنيوك من الشعر الزائد حيت كيحيدوه من الجذور وكيخلي الجلده ملسه وما ما كتضريش هذيك الجلده اللي كتكون في المنطقه الحساسه اللي عندك. وندوزو البنات للفقرة الثالثة اللي هي فقرة خاصة بالتفتيح وبالترطيب اليومي. وكما كتعرفوا راه المنطقة ديال الابطين راه بحالها بحال الوجه، حتى هي فيها واحد الجلد اللي حساس واللي كتحتاج ترطب كل نهار باش هكا كتحافظ هذيك الجلدة على المرونة ديالها وما كتكحاش لينا بسبب الاحتكاك اليومي. ولهذا خصك تحافظي على واحد الروتين ترطيب يومي، من مورا ما تدوشي اولا تغسلي هذيك المنطقه مزيان وتطبطبي عليها بالفوطه. كنعاود نقول كي خصك تمسحي بالفوطه غير بالطبطبات، يعني ما تحكيهاش بالجهد. دهني بشي نقيطات خفيفه سواء من زيت اللوز الحلو او لا اي كريم مرطب طبيعي اللي يكون عندك. اهم حاجه هو ما يكونش فيه العطر، يكون خالي من العطور. وكاينه ايضا مواد اللي كتصلح للتفتيح اللي امنه اللي تقدري تلقايها في كاع لي بارافارماسي. الا كانت عندك هذيك المنطقه ديجا زرقاء وبغات تفتحيها، قلبي على كريمات اولا سيرومات اللي كنت كتحتوي في الاساس على النياسيناميد. علاش البنات؟ حيت راه النياسيناميد واحد الماده سحريه كتهدن الجلده اللي كتكون تهيجه، كتحارب الالتهاب وكتمنع لك التصبغات بلا ما تسبب لك حتى اي تهيج للمنطقه الحساسه. وبالاضافه البنات للمنتوجات ولا لي برودوي اللي تيكونوا طبيين اللي كنلقاوهم في لي فارماسي، راح تقدري تعتني بهذيك المنطقه غير بمنتوجات ومكونات اللي طبيعيه اللي غتفتح لك ديك المنطقه وتهدئها لك. بحال مثلا انك تعتمدي ماسك ديال دانون مسوس ياغورت مسوس مع قطرات ولا شويه ديال النيله وقطرات من اي زيت عندك مرطب. يكفي انك تخلي هذا الماسك في تحت الابطين ديالك 10 حتى 15 دقيقه مره حتى 2 المرات في الاسبوع، راه كيعطي واحد التفتيح اللي طبيعي امن وخيالي غيخليك تني من دوك التصبغات اللي عندك في تحت الابطين. وقبل ما نسالي البنات بغيت نعطيكم شي حيل اللي سريعه واللي كنت انا شخصيا ديما كنديرها وكتعطيني واحد النتيجه اللي خطيره باش هكا نحافظ على منطقه تحت الابطين ديالي ديما فريش منتعشه رطبه وما فيهاش رائحه كريهه.
اول حاجه هي انك تعرفي تحافظي على نوعيه الحوايج، واخا ديري اللي درتي. الا كنتي كتلبسي قميجات اولا تيشيرتات ديال الداخل مصنوعين من النيلو او البوليستر، راه غتعرقي وغتكون فيك واحد الرائحه ديال العرق اللي ما زويناش، حيت النيلو والبوليستر كيخنقوا اولا كيزمتوا الجلد، وهكا كتجمع البكتيريا. ديما استثمري في ملابس اللي يكونوا داخليه 100% من القطن، خصوصا كما كنأكد لكم ملابس اللي يكونوا داخليه. كيف ما كتستثمري في البشره ديال وجهك تكون زوينه، كيف ما كتستثمري في انك تاكلي ماكله زوينه، استثمري في انك تلبسي ملابس داخليه يكونوا قطنيه، باش هكا تحافظي على انك ما تكونش فيك رائحه العرق، وتحافظي على منطقه الابطين تكون ديما منتعشه وفريش. تاني حيله اللي هي البودره ديال الاطفال. مورا ما تنشفي الابط ديالك مزيان مورا الغسيل، وديري الديودورون ديالك ويشربوا الجلد واحد 5 دقائق، دوزي واحد المسحه خفيفه ديال البودره ديال الاطفال الطلق ومع شويه النشا. لها طبعا الا بغيتي تزيديه، راه هاد الخطوه كتمنع عليك هذاك الاحتكاك اللي كيكون اغريسيف، وكتخلي المنطقه ديال تحت الابطين ديما ناشفه والريحه ديالها كتحمق النهار كامل. ثالث خطوه البنات وهي الغسيل ديال الملابس الداخليه. ديما فاش تصبري حوايجك ركزي على البلاصه ديال الابطين مزيان باش تحيدي البقايا ديال الديودورون القديم وحتى البكتيريا اللي كتكون لاصقه في الخيوط ديال الثوب. في النهايه البنات الغاليات على قلبي، بغيتكم تعرفوا ان العرق راه واحد الحاجه اللي طبيعيه وبيولوجيه كيديرها الجسم باش ينظف راسو براسو ويعدل الحراره ديال الجسم. يعني ماشي شي حاجه اللي خصك تحشمي منها ولا شي حاجه اللي تكون معقداك وكتحرجي منها. الاساس هو الوعي، هو النظافه والطريقه الصحيحه باش كنتعاملوا مع ذاتنا بكل حب وبكل نضج. تهلاي في راسك وبغي كاع التفاصيل اللي في راسك، حيت انوثتك ما عندهاش حدود. الى عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه ما تبخلوش عليا عافاكم بلايك واشتركوا في القناه باش تكبر العائله ديالنا اكثر واكثر، وقولوا لي في التعاليق حيت كيعجبني بزاف نقرا تعاليقكم شنو هو المنتج او الوصفه اللي جربتوها باش تعتنيوا بالابطين ديالكم، وصدقات معكم زوينه باش كاملين نستافدوا. كنبغيكم بزاف ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.